صباح النور والسرور. كلامي النهاردة عن المطور بنغاطي. اللي حابب يستثمر في بنغاطي ما يفكرش في إعادة البيع. معلش الكلام ممكن يكون صادم لحضرتك شوية، لكن أسعار بنغاطي في المشاريع الجديدة أسعار لا تناسب إعادة البيع. هتناسب ناس عايزة تأجر وحداتها وتدخل عائد إيجاري. الصافي بتاعه هيكون 7.2، لأن احنا عندنا آخر مشروع الطرح فيه 1,200,000، وبالنسبة للمنطقة ماكسيمم يوم ما هتأجر غرفة وصالة لونج تيرم أو حتى شورت تيرم هتأجرها ب100,000 في السنة. فالعائد كده جروس 8%، هتشيل منه رسوم الخدمات، هيصفى على 7.2. بنغطي زمان الناس كانت بتكسب من وراه 30 و40 و50 و100%، وهو كان متعمد يعمل الحكايه ديت علشان يكسب قاعده من السوق. دي قاعده مشهوره في التسعير، اخواننا بتوع الماركتنج عارفينها كويس جدا. انت تبدا بسعر قليل وبتبدا ترفع السعر تدريجي. فبنغاطي مشاريعه في الوقت الحالي هتناسب الناس اللي بتستثمر على المدى المتوسط والمدى الطويل، وحق الراجل ان هو يحط قيمه البراند على التسعير. الشركه ما شاء الله فيها نمو وفيها جروث قوي جدا، لكن في مشاريع تانية تقدر تعمل منها إعادة بيع وتقدر تعمل منها الأرباح اللي كنت بتعملها في بنغاطي من 2-3 فاتوا. ركز في كلامي، ولو مهتم تعرف المشاريع ديت تقدر تبعت لي ونشتغل عليها سوا. سلام.